بكم في الدرس العاشر من كورس الميك اب بتاع. احنا هربنا من اجل هذه اللحظه، انا وشي منكم في الارض الحقيقه. عارفه ان انا طولت عليكم في اني انزل فيديو جديد في سلسله الفيديوهات دي، بس صدقوني غصب عني الفتره اللي فاتت مرينا بظروف صعبه جدا، بس الحمد لله وما تنسوناش في دعواتكم. والفتره الجايه بقى يعني هحاول استغل كل وقت عندي علشان نخلص بقى الكورس ده، والناس اللي مستنيه علشان تنزل تشتري الماتيريال وتبدا بقى مسيرتها الفنيه كميك اب ارتست، او لو في واحده عايزه تتعلم الميك اب علشان نفسها، علشان تشتري ميك اب لجهازها مثلا، او هي حابه الموضوع وتابعت السلسله ويعني حست بصحرة كده فتره من الزمان. لا احنا هنكمل ان شاء الله. بس عايزه الاول اشكر كل واحده راحت لي على الانستجرام وسالت فين الفيديو الجديد هينزل بعد قد ايه، احنا مستنيينه. فشكرا جدا لتشجيعكم، لان حقيقي ده اللي بيحمسني ان انا ارجع تاني واكمل لما بلاقي ناس مستنيه الفيديوهات، والناس اللي بتقولي ان هو هيفيدهم وان هم حابين يدخلوا المجال، بس الكورسات الميك اب غاليه، فشكرا وانت عندك امانه وبتشرحي حلو حقيقي. الكلام ده يعني على راسي بجد. وكالعاده مش محتاجه اقولك ان لينك الدروس اللي فاتت ال9 فيديوهات هتلاقيهم في الديسكريبشن بوكس، ولازم تشوفيهم علشان تفهمي وتجمعي معانا الدنيا، لان كل فيديو بيكمل التاني. احنا بدانا بادوات الميك اب ارتست والاضاءه وكل الكلام ده، ودخلنا في تحضير البشره وميك اب البشره بالتفصيل خطوه خطوه، لحد ما الحمد لله الفيديو اللي فات احنا كده فنشنا ميك اب الوش بالكامل. طيب ايه اللي باقي لنا الفيديوهات اللي جايه عشان برضو تبقوا فاهمين الدنيا هتمشي ازاي؟ اكيد هناخد الحواجب بكل بقى تفاصيلها، تثبيت بقى شعر الحاجب بواكس بالماسكارا، ابعاد رسم الحاجب، ايه الادوات اللي بنرسم بيها الحاجب، ايه الماتيريال اللي بنشتغل بيها، الجل، الباودر، ايه الاخطاء اللي تتجنبيها، كل تفاصيل الحاجب هناخدها، ولكن هنركنها على جنب شويه، لان للاسف انا مش ماتيريال اشرح على نفسي كل التفاصيل دي في الحواجب، لان الحمد لله حواجبي مش محتاجه ان هي يتعمل فيها حاجه، صعب ان انا اعمل فيها شغل او ان انا اخفيها وارجع ارسم من اول وجديد، فمش هينفع عليا، ده هيكون على موديل. واحنا كده كده في الاخر يعني في اخر الكورس هجيب موديل ونراجع بقى كل اللي احنا اخدناه، نطبق عليها ميك اب من الالف للياء، نعمل عليها مثلا لوك او لوكين للعيون، وعليها بقى بالمره هناخد قصه الحواجب دي. وتاني حاجة العيون، ودي هنقسمها لجزئين، جزء نظري وده اللي هناخده في الفيديو النهاردة، وجزء عملي. في النظري احنا هناخد منطقة العين هنقسمها لأجزاء، هناخد أشكال العيون وأحجامها وبشكل عام الميك اب اللي يليق على كل شكل عين، والرموش برضو اللي تمشي مع كل عين. أما في الجزء العملي فهناخد مع بعض بقى لوكات ميك اب مختلفة نتعلمها سوا، بداية بالنو ميك اب، مرورا بقى بالسموكي، بالكات كريس، سيمي كات كريس، ميك اب كوري، ميك اب خليجي، الميك اب السواريه، الميك اب العرايس. يعني هديكي افكار كده ونتعلم مع بعض اشكال ميك اب مختلفه تبداي بيها شغلك. وبما ان اتكلمنا عن العيون والرموش، فاكيد في جزئيه الرموش هنتكلم عن طريقه قص الرموش صح، وازاي تلزقيها على الجفن مظبوط من غير ما تبقى باينه ان هي فيك، من غير ما تفك منك من قدام او الاخر، وايه افضل انواع لزق الرموش، كل ده هنتكلم عنه. واكيد برضو احنا بنحط الميك اب هنيجي عند جزئيه الشفايف نتعلم بقى ازاي نعمل لها كونتور، ازاي لو عايزه تعملي فوليوم صح، ازاي تصغري تكبري تثبتي الروج، يعني تفاصيل الروج دي هناخدها كده في السك. ومش عايزين ننسى ان احنا ما اتكلمناش عن الفيكس سبراي والسيتنج سبراي واستخداماتهم والفرق بينهم، انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان احنا هنتكلم عنه النهارده، ففعلا دي اول بوينت هنتكلم عليها دلوقتي، وبعدها الجزء النظري بتاع العيون. بص كل شيء مدروس، يعني متعوب على الفيديوهات دي. وفي الاخر خالص زي ما قلنا هنجيب موديل ونطبق عليها بقى كل الكلام ده، وفي كده فيديو في الاخر هخصصه للي هيشتغل وهيدخل المجال ده، نصايح مهمه للميك اب ارتست. واكيد لو انا افتكرت اي حاجه تانية عايزه اضيفها للكورس مش هبخل عليكم بيها وهنقولها، وانتوا لو في حاجه معينه عايزين نتكلم عنها اكتبوها لي في الكومنتس ونحطها في الخطه الجايه. يلا بقى نخش في درس النهارده. واول بوينت الفرق ما بين الفيكس سبراي والسيتنج سبراي. دول عباره عن ايه؟ دول نوعين سبرايات احنا بنستخدمها واحنا بنحط الميك اب وبعد ما بنخلص الميك اب. لازم تعرفي كويس الفرق ما بينهم واستخدامات كل واحد، لانك لو عكستي او استخدمتي حاجه مش في محلها او مش في وقتها هتأدي ان الميك اب تلاقيه بدأ يقطع كده ويكسر معاكي ومش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. اولا الفيكس سبراي تقدري تستخدميه قبل واثناء وبعد الميك اب. طب استخدمه قبل الميك اب في ايه؟
من ضمن تحضيراتك للبشره تقدري ترشي الفيكس سبراي ده، برضو هيهيئ بشرتك للميك اب اللي هيتحط عليها. هتلاقي ابلكيشن الفاونديشن والمنتجات اللي انت هتستخدميها دمجه وتطبيقه اسهل وانعم على البشره، هيرطب البشره معاكي. في انواع فيكس سبراي بيكون فيها شimmer، هيدي برضو لمعه كده صحيه، فالحاجات اللي هتحطيها تبقى الفينش بتاعها جلوي وحلو. تمام. طيب اثناء الميك اب استخدمه امتى وهيضيف لي ايه؟ من اسمه كده هو فيكس سبراي، فهو يقدر يصلح لك اي حاجه. مثلا تقدري تستخدميه بعد ما تثبتي الوش كله باللوس باودر، ساعتها احنا بيجي لنا احباط شويه، لان انت مثلا لو عامله البشره جلوي وكل الستبس بتاعتك على الاساس ده وحاطه هايلايتر كريمي وبتاع، تيجي تثبتي بالباودر تحسي البشره طفت معاكي شويه، بقت مبدره، بقى باين ان هي محطوط فيها ميك اب، او غلطتي بشكل ما وحطيتي باودر كتير على البشره. يجي هنا دور الفيكس سبراي، يجي بقى يصلح لك كل ده. لما ترشي الفيكس سبراي هيمتص اي باودر زياده على البشره، هيرجع تاني الحيوية للبشرة دي بعد ما الباودر طفت اي لمعان وحاجة فيها، لا هترجع تاني شكلها يبقى فريش كده وجلوي. واثناء الميك اب برضو يقدر الفيكسنج سبراي يتدخل في الاوقات اللي انت في حاجه معينه مش عارفه تدمجيها. مثلا وزعت الفاونديشن على وشي كله، والفاونديشن ده كان للبشره الدهنيه بينشف بسرعه، فانا فردته على الوش كله، جيت ارجع لاول حته حطيت فيها الفاونديشن لقيته ناشف، مش راضي يندمج معايا بالبيوتي بلندر، في خطوط الفرشه مثلا سايبها لي او ايا كان. هنا يجي دور الفيكسنج سبراي. مثلا حطيت كونتور، حطيت كونسيلر وسبته شويه تحت عينيا على اساس الكفرج بتاعته تتقل، بس هو نشف مني، جيت ادمجه بحاول اوزعه بالبيوتي بلندر مش راضي. الكونتور مهما بحاول امد كده فيه بالفرشه او بالبيوتي بلندر لا هو معلق كده محطوط حط. طيب ساعتها بقى يجي الفيكس سبراي، تقدري ترشيه على وشك او ترشيه على البيوتي بلندر اللي انت بتستخدميها في الدمج، يسهل عليكي بقى فرد ودمج اي حاجه. واثناء الميك اب هتلاقي الفيكسنج سبراي تقدري تلعبي كده معاه وتعملي تريكات في الميك اب مهمه. يعني مثلا عندك باليت اي شادو فيها الالوان الشمر اللي فيها لمعه مش قويه، البيجمنتيشن بتاعها ضعيف، فتقدري ترشي الفيكسنج سبراي على الفرشه بتاعتك وتاخدي اللون، ساعتها هيبان قوي واوضح. وبما انه عموما بيظهر قوه اللمعان، فمش بس تستخدميه مع الاي شادو اللي البيجمنتيشن بتاعها ضعيف زي ما قلنا، لا تقدري كمان مع الهايلايتر اللي بتحطيه على وشك. جربي كده تحطي هايلايتر باودر على وشك عادي مع الستبس اللي انت ماشيه عليها، وجربي نفس الهايلايتر الباودر ده استخدميه على وشك بس بعد ما تبقي رشه عليه فيكس سبراي، هتلاحظي قوه الهايلايتر ولمعانه بقى ظاهر اكتر. وتركايه كمان باستخدام الفيكسنج سبراي، تقدري تحولي الحاجات الباودر تخليها كريمي وتستخدميها زي ما انت عايزه. مثلا عايزه اي شادو كريمي درجه معينه ومش عندي بس عندي منه باودر، تقدري تاخدي من الباودر ده شويه وترشي عليه الفيكس سبراي وتدمجيه ويبقى الاي شادو كريمي. مثلا تستخدميه كاي لاينر بلون معين مش عندك وهكذا. وبعد ما تخلصي الميك اب بتاعك خالص تقدري تستخدمي الفاكس سبراي علشان يدخلك كل مستويات الميك اب اللي انت حطاها. يعني انا شايفه ان هنا حاطه كونسيلر وهنا الهايلايتر البلاشر البرونزر الكونتور، انا شايفه كل حاجه محطوطه في مكانها. لما ترشي الفاكس سبراي مع دمجه خفيفه تلاقي كل ده بقى مفيش خطوط فاصله واضح ده مكانه فين وده مكانه فين، لا كله دخل كده بقى ميه واحده. الى جانب انك لما تخلصي الميك اب خالص بتبقي حطيتي كومباكت باودر بتاع، ممكن تحسي ان لا انا البشره باين قوي ان هي فيها ميك اب فيها طبقات، لا انا عايزه اخليها حيويه ونضره وفريش جلوي. هو الفيكسنج سبراي ده سحر. طيب هو سحر اهو، مفيش من انا هجيب الفيكسنج سبراي وهكتفي بيه اتعشت على كده، لا لانه بيعمل كل الحاجات دي بس ما بيثبتش الميك اب. هنا يجي دور بقى مين؟ السيتنج سبراي، هو اللي بنستخدمه في الاخر بعد الميك اب فقط، مش زي الفيكسنج سبراي، لا هو بيجي دوره اخر حاجه خالص، ما بيتحطش بعديه ميك اب، هو اخر ستيب. وده وظيفته الوحيده ان هو يثبت لك بقى كل حاجه مكانها. كل اللي انت حطيتيه ده ترشي عليه السيتنج سبراي يقعده كده في البشره. والسيتنج سبراي ما ترشيوش من قريب تبقي لازقه في البشره كده يطلع مندفع السبراي نفسه اللي جوه يعمل سبوت في البشره حاجه، لا انت بترشي من بعيد تتاكدي ان مفيش
مفيش حته في البشره ما جاش عليها السيتنج سبراي، فامشي بالترتيب كده، مثلا شكل زجزاج او لو بشكل دائري، يعني شوفي الطريقه اللي تريحك. ما ترشيش برضو كتير قوي عشان في انواع بتنشف البشره، وانت عموما بتبقي عارفه نوع السبراي اللي انت بتستخدميه، نوع بشره العميله اللي قصادك، فهو بيثبت بس. ما تحطيش بعد منه حاجه تاني عشان الابلكيشن هيبقى صعب، لان انت بتبقي ثبتي الحاجه، ففي طبقه من السبراي ده اتحطت على البشره، فصعب ان انت تدمجي فوقيها اي حاجه تاني. فقبل ما ترشيه تتاكدي من العميله خلاص تمام، شفتي في المرايه الميك اب حلو مش عايزه اي تعديل، فساعتها تقدري ترشي المثبت بتاعك. والفاكسنج سبراي برضو على فكره ليه مخاطر في الاستخدام، مش معنى اني قلت ان هو تحفه يبقى كل شويه بقى عمال فيش نرش في البشره ونشربه، لا مش كده. احنا قلنا في اوقات معينه بنستخدم فيها الفاكسنج سبراي، احنا مش عايزين نعمل عجينه في البشره كل شويه نقعد نرش، خصوصا ان الفاكسنج سبراي اغلب الانواع بتكون سايله، سائل زي الميه، غير السيتنج سبراي بيكون دخاني اللي هو بيترش في الاخر. فالسائل ده انت لو من قريب ورشيتي يعمل لك سبوت كده، يطلع كميه كبيره تبقى عجينه لانك بترشيها على باودر. فبرضو لا، مش هنرش كتير، مش هنرش كل شويه. في اوقات معينه انا عارفه امتى برش فيها الفاكسنج سبراي، برضو بسيب مسافه كده 30 سم وانا برش، فخدوا بالكم. وكالعاده هرشح لكم افضل الانواع اللي جربتها وعجبتني في الفاكسنج سبراي والسيتنج سبراي، بدايه من برضو انواع اقتصاديه اسعارها معقوله، مرورا وصولا للحاجات الهاي اند. هي دي لو عايزين تاخدوا سكرين شوت انواع الفاكسنج سبراي الحلوه. اما دول افضل انواع سيتنج سبراي حقيقي بتخلي الميك اب ما يتحركش. نيجي بقى للجزء ايه اللي انا بعمله ده، للجزء التاني من فيديو النهارده. قلنا هنتكلم عن العيون بشكل نظري. اول حاجه احنا محتاجين نقسم المنطقه بتاعه العين اللي فوق دي ل4 أو 5 اجزاء. اولا ده هيساعدك انك تحددي شكل العين وتفهميها اكتر، والمصطلحات الاسامي بتاعت الاجزاء دي لازم تبقي ملمه بيها، عشان لو اتفرجتي على اي ميك اب ارتست بتحطي ميك اب وتقول اسم حاجه فيهم تبقي مجمعه معاها هي بتعمل ايه. اول جزء هو عظمه الحاجب. انت عندك الحاجب اهو، في هنا عنده بالظبط تحت الحاجب في عظمه، دي بنسميها عظمه الحاجب. تاني جزء هو اللي تحت منه على طول، هنا هتلاقي الجفن الثابت. هو جفن للعين بس ده ثابت مش بيتحرك معاكي، عكسه اللي هو تالت حاجه الجفن المتحرك، ده اللي فوق عينيكي على طول فوق خط الرموش، كل ما بترمشي الجفن ده هو اللي بيتحرك معاكي. اما بقى كسرة العين اللي هي الكريس، هي الفيصل، الجزء اللي ما بين الجفن الثابت والجفن المتحرك. الكسرة دي هي اللي بنقول عليها كسرة العين او الكريس. كده 4 اجزاء، ممكن نزود جزء خامس اللي هو هتسمعي انر كورنر او مدمع العين، الجزء اللي من قدام ده. رجعي لي بقى ظهرك لورا كده، نفس عميق، ورقه وقلم، كوبايه الشاي ولا شوفي بتحبي تشربي ايه، لان الجزء ده محتاج تركيز وفهم عالي جدا. اشكال العيون، احنا عندنا 7 اشكال اساسيه للعيون. يعني ايه اساسيه؟ يعني مفيش شكل عين يخرج بره ال7 اشكال دول. ممكن يكون شكل عينك او عين الكلاينت بشكل صريح هي عين معينة من دول، وممكن تكون العين بتجمع ما بين اكتر من شكل، فيها اكتر من صفة في ال7 اشكال عيون دول، فلازم تبقي عارفاهم كويس. هناخد شكل ازاي تعرفيه بصفة عامة، ايه الميك اب اللي يليق معاه وشكل الرموش المناسب. نبدأ بأول شكل عين وهو الأشهر وأكيد سمعتي عنه، العيون المبطنة أو الهودد آي. يعني إيه عيون مبطنة؟ إحنا اتفقنا إن العين مقسمينها، ده الجفن المتحرك وده الجفن الثابت. العيون المبطنة بيكون الجفن المتحرك ده نازل عليه الجفن الثابت، مبطنه مستخبي جوه مش ظاهر. ممكن يكون الجفن المتحرك ده مبطن بالكامل مش باين معايا اصلا، ودي بنسميها العيون الاسيويه، هي عيون مبطنه من الدرجه الاولى فبنسميها عيون اسيويه. طبعا انا بحط لكم صور فعشان برضو ايه تبقوا فاهمين انا بتكلم على ايه بالظبط. وعندنا بقى العيون اللي مبطنه جزئيا، ممكن تلاقيها مبطنه من الاخر بس، ممكن تلاقيها مبطنه من قدام، دول كلهم بنسميهم برضو العيون المبطنه. واكتر ميك اب بيمشي مع العيون المبطنه حاجه من الاتنين، يا اما سموكي يا اما كات كريس. طبعا احنا هناخد
هناخد فيما بعد زي ما قلت لكم لوكات عيون مختلفه ونتكلم عنها بالتفصيل. بس بشكل عام كده الميك اب السموكي ده بيبقى عباره، احنا رابطين دايما الميك اب السموكي باسود صح؟ لا، هو السموكي ده نوع شكل في الاي لوك، مش مرتبط بلون معين. تقدري تعملي سموكي باي لون، بني، احمر، بينك، اورنج، اي لون. هو عبارة عن تدريجة لون معين من الغامق طالع على الأفتح دخاني كده. ده الحلو فيه مع العيون المبطنة، لأن هو لون واحد ومتدرج، فهو هيموهلي، مش هيبان بالظبط الكسرة بتاعة العين أو الجفن الثابت والجفن المتحرك مكانهم فين بالظبط، لأن من الأغمق للأفتح متدرجة مش باينة، يعني خبيناها كده. أو الكات كريس، من اسمه كده كات كريس، انت بتقطعي كريس اللي احنا اتفقنا اللي هو ايه، الكسره اللي ما بين الجفن الثابت والمتحرك. فالكات كريس انت بتعملي كسره كده، قطعه بالميك اب، ممكن تكمليها للاخر، ممكن تبقى من قدام بس. فده هيساعدك كتير ان انت تعملي خدعه كده بصريه، ان لو انت هتبصي لي هتشوفي على طول ان الكسره بتاعت عيني اهي، بس انا لو قطعت الكسره دي فوق شويه عينك هتنزل على الالوان والقطعه اللي انا عاملاها ورسماها، مش الحقيقيه اللي انا هبقى حاطه الوان اي شادو فيها وشيمر وجليتر وكده. فانتي بترسمي من عندك الكريس بتاعك، فبتخفي التبطينه اللي في العين. فاهمين قصدي؟ والرموش برضو يمشي معاها حاجه من الاتنين. لو انت عايزه تسحبي العين هتخليها قصيره من قدام وطويله من الاخر، لو عايزه تدوري العين شويه تخليها قصير من قدام ومن ورا وطويله من النص. اللي يهمني مع العيون المبطنه رصه الرموش نفسها، انا مش عايزه الرموش تبقى مكدسه كده مرصوصه رص الرموش كلها جنب بعض، لا انا عايزه يكون فيها فراغات وقصير في طويل قصير في طويل، فما تقفلش معايا العين. وتاني شكل عيون هي العيون الدائرية، من اسمها كده دائرية مدورة. هتلاقي خط الرموش العلوي ده واخد شكل نص دايرة، واللي تحت برضو نص دايرة، والاتنين مكملين بعض كده دايرة. وبما انها عيون دائرية فهي مش العين عبارة عن البياض ده والسواد، تمام؟ عشان مش عارفه دي اسمها نني ولا بقبق العين ولا ما علينا. المهم لو على عيني، انا عيني سودا وابيض، تمام؟ العيون بقى الدائريه بما انها مدوره، فالكيرف اللي فوق واللي تحت واخد تقويصه جامده، يعني مش مفروده. فاهمين قصدي؟ لا هي مدوره، فبما انها مدوره كده هتلاقي البياض باين تحت السواد، تمام؟ يعني هتلاقي الاسود ده تحت منه انت شايفه الابيض، وفوق منه برضو انت شايفه الابيض في العين كلها. فاهمين قصدي؟ العين دي كاي شادو والوان او رسومات للعين يليق عليها كل حاجه عادي. المهم تسحبيها، يعني اتجاه فرشتك والاي لوك اللي بتعمليه، اعملي اي شكل واي الوان، بس يبقى اتجاه الفرشه بتاعتك واتجاه الايلاينر بتاعك اعمليه بوينج، بحيث ان انت تبقي بتسحبي العين على قد ما تقدري لو انت عايزه تلغي التدويره دي. وبالنسبه للرموش نفس الكلام، بما اني لو عايزه اسحبها تخلي الرموش قصيره من قدام وطويله من ورا تمد معايا العين. ولو انت حباها طبعا كل شكل عين ليه جماله، يعني لو انت حباها عادي وهي دائريه كده خلاص الرموش القصيره من قدام ومن ورا والطويله من النص دي بتدور لي العين. اما ثالث شكل هو العيون المسحوبه. بصي لو انت جبتي قلم او ظهر فرشه ايا كان وحطيتيها بشكل ستريت كده في نص العين وانتي باصه قدامك، حطيتيه كده القلم بالعرض، بصي على العين من الاخر، لو لقيتيها طالعه من فوق القلم من الاخر يبقى العين دي مسحوبه لفوق. بتلاقي الكيرف بتاع العين عامل كده، يعني بدل ما هي العين كده يعني ستريت كلها خط واحد، لا هي من الاخر الخط طالع لفوق. العيون دي برضو جميله، بس تاخدي بالك بقى في الميك اب، لو انت شغلك كله الاي شادو سحباه لفوق، الايلاينر سحباه لفوق، هتحسي انت شعلقتي العين اكتر وطلعتيها لفوق بشكل مستفز، بقت شريره. فاهمين قصدي؟ فساعتها مش بيكون حلو خالص. فتاخدي بالك في الاي شادو ما تمديهوش لفوق، ما تعمليش الوينج بتاع الايلاينر لو هترسميه تخليه لفوق، لا تخلي على قد ما تقدري السحبه بتاعتك جانبيه، الايلاينر رفيع السحبه بتاعته للجنب شويه، عشان الموضوع ما يبقاش اوفر في الشعلقه تحسي ان العين بقت شريره.
الرموش نفس الكلام، مش حلو معاها الرموش الطرفية اللي من الاخر، لان انا مش عايزة ارفعها من الاخر اكتر. هيبقى حلو معاها لو انت عايزة تدوريها شوية، الرموش القصيرة من قدام والطويلة من ورا. رابع نوع بقى هو عكس النوع التالت اللي احنا لسه قايلينه، اللي هي العيون المسحوبة، عكسها العيون الناعسة. يعني نفس الفكرة بتاعت القلم، لو انت جيتي حطيتيها كده تلاقي بقى العين من الاخر نازلة هنا، الكيرف بتاع العين ولا هو ستريت ولا هو مسحوب، لا ده نازل لتحت، العين عاملة كده، عيون ناعسة من الاخر. طب دي بقى نشتغل معاها ازاي؟ اعملي بقى العكس، لو انت عايزة تبينيها مفتوحة ومصحصحة ومسحوبة كده لفتت بشكل حلو، تشتغلي بقى كل الاي شادو بتاعك تبقي سحباه لفوق. اشتغلي في الوان فاتحة، لان عادة الالوان الفاتحة بتنور العين، بتوسع العين، بتحسسك ان هي مصحصحة، فاهمين قصدي؟ بتديها حيوية مش بتقفلها الالوان الغامقة. فاشتغلي في الوان فاتحة. عايزة تغمقي من الاخر غمقي، بس يبقى الاتجاه بتاعك لفوق. الايلاينر مهم جدا للعيون الناعسه، بيسحب معايا العين لفوق. نفس الكلام الرموش، اختاري القصير من قدام والطويل من ورا، عشان انا عايزه اخلي العين لفتت. وخامس نوع يا شباب هي العيون الجحظه. يعني ايه جحظه؟ يعني عيون بارزه، المستوى بتاع العين طالع لبره، تمام؟ لو بصيتي من الجنب العين بارزه طالعه لبره عند العظمه بتاعه الحاجب، او سابقه كمان قدام العظمه بتاعه الحاجب. فشكل عيون زي دي انا اشتغل الاي شادو على اساس ايه؟ نرجع بقى لنظريه الكونتور والهايلايت. فاكرين لما قلنا عايزين ندخل حاجه لجوه نحط اللون الغامق الكونتور، ولو عايزين نبرز ندي ايحاء ان الجزء ده عالي وبارز لبره بنحط الالوان الفاتحه. نفس الكلام العيون بقى الجاحظه اللي هي اوريدي بارزه لبره دي، ابعدي بقى عن الفواتح، ما تحطيش الوان اي شادو فاتحه، لا غمقي، عشان الالوان الغامقه هتدي ايحاء ان هي ايه، قفلتها خفستها لجوه شويه. اما الرموش ما تختاريش رموش تبقى طويله وستريت لقدام كده، ما هي هتبرز العين معاكي اكتر. يعني الموضوع كله باللوجيك كده، انت فهمي العين وبناء عليها تعرفي تحددي انت عايزه ايه اللي تبرزيه، ايه اللي يساعدك انك تداري ده توضحي ده، فاهمين؟ فالرموش ما تختاريهاش طويله وستريت، خليها كيرلت، خليها كثيفه، لان لو الرموش يعني خفيفه هتبيني ان العين جاحظه اكتر، لان هي هتبقى بارزه. فلا، موهيها بالرموش، الرموش تبقى كثيفه، يبقى سواد الرموش في الجذور قوي، وتبقى كيرلت لفوق، ما تبقاش ستريت. والنوع السادس هو عكس النوع الخامس، عكس العيون الجحظه البارزه، هو العيون الغائره، العيون الخفسه اللي داخله لجوه. العيون بقى اللي زي دي ابعدي خالص عن الالوان الغامقه، لان هي اوريدي واخده ظل العين دي، علشان العظمه بتاعه الحاجب والجفن الثابت هتلاقيها مجوفه، العين داخله لجوه وفي زي تندة او مجوفه، فاوريدي هتلاقي في ظل هنا. العيون دي غامقه غائره لجوه، فنوريها، فتحيها، حطي اي شادو فاتح، حطي شامر، المهم ان انت تحسسيها ان هي فتحت وطلعت لبره. والرموش اختاريها طويله، اختاري الرموش تبقى ستريت، ما تبقاش كيرلد، لان هي لو كيرلد هتخبط هنا، فاهمين قصدي؟ فتبقى طالعه ستريت وطويله. انا كل هدفي ان انا ابرز العين اكتر. والشكل السابع والاخير هي العيون اللوزيه، مسك الختام، لان دي في وجهه نظري وفي مقاييس الجمال هي احلى شكل عيون. هي طبعا كل عين ليها جمالها، بس العيون اللوزيه دي عشان بيمشي معاها كل حاجه، هي عيون لوزيه، حتى سحبتها، حتى شكلها خطير، تساعدك يمشي معاها كل الرسومات العيون، كل الوان الاي شادو معاكي، اشكال الرموش نفس الكلام. بس انا بحس ان الرموش الطرفيه هو ارق واشيك شكل رموش معاها، اللي بيبرز جمالها وسحبتها الطبيعيه الرقيقه، يعني فاهمين؟ فالرموش الطرفيه حلوه، او حتى الرموش اللي هي بتبقى قصيره قوي من قدام وطويله من ورا، بتبقى حلوه قوي معاها. دول كده السبع اشكال عيون الاساسيه، وزي ما اتفقنا ممكن العين الواحده تكون بتجمع ما بين شكلين او 3 في السبع اشكال دول. عندك بقى 4 صفات دول لوحدهم، 4 صفات للعيون، 2 و2. الاتنين دول هما مشتركين مع السبعه. ايه هما؟ العين الضيقه والعيون الواسعه. ده مش شكل عين بس، دي صفه في العين، عينيها ضيقه وعينيها واسعه. يعني انا لو جيت اسال واحده بتحط ميك اب لكلاينت، ها بما انك ميك اب ارتست، شكل عينيها ايه؟ هي عينيها ضيقه، ماشي، عينيها ضيقه وايه؟ عينيها ضيقه ومبطنه، ضيقه ودائريه. فدي العين او وسعها دي صفه.
تشترك مع اشكال العيون اللي احنا قلناها. تمام. عندنا صفتين تانيين، العيون المتقاربة والعيون المتباعدة. يعني ايه؟ هنا بقى بنقيس المسافة اللي ما بين العينين الاتنين من النص، ما بين مدمع العين ده ومدمع العين ده. في عيون بتلاقي المسافة دي قريبة، يعني العيون قريبة من الأنف داخلة كده لجوه، دي بنسميها العيون المتقاربة. وعكسها العيون المتباعدة، تلاقي المسافة دي كتير بعيدة، العيون مفرقة كده عن بعض من هنا. دي برضو لازم تحطيها في عين الاعتبار وانتي بتحطي الميك اب. ليه؟ لو العيون المتقاربة دي انتي رسمتي مدمع العين بالايلاينر وطولتيه كده، ده انتي قربتيها اكتر. فاهمين قصدي؟ لو قربتي برضو الاي شادو بالرسمه بتاعتك، هنا الكونتور وانتي بتحطيه في الانف ووصلتيه مع الاي شادو، لو غمقتي الجزء ده انتي عماله تقربي العينين فتبقى زي الحول، يعني فاهمين؟ قربتي العيون لبعض وده مش هيبقى احسن شكل. فالاحسن نعمل معاها ايه؟ العيون المتقاربه دي فتحي هنا. احنا نظريه بقى انا عايزه ابرز ايه وعايزه ادخل ايه، فبناء عليه اختار الوان فاتحه والوان غامقه. فتحي هنا، نوري، حطي من قدام اي شادو فاتح، ما تغمقيش، بلاش سموكي من قدام، بلاش كونتور للانف يوصل لحد هنا، مش عايزه اغمق، عايزه افتح. حطي هايلايتر هنا في مدمع العين ينور لك العين ويوسعها من قدام، يدي هنا احساس ان في مساحه. تمام. على العكس العيون المتباعده هي اوريدي في مسافه كبيره هنا. تمام. فما تحطيش بقى هايلايتر والوان فاتحه وتبقي الايلاينر بادئه مثلا في من تلت العين كده الاخراني، والرموش نفس الكلام طرفيه، فانت عماله تبعدي بالحاجات شغاله في الجزء اللي بره ومديه مكبره المساحه اللي هنا اكتر، فهتدي احساس ان العينين متباعده. لا، اشتغلي من قدام اكتر، قربي، حطي ايلاينر في مدمع العين. وصلي بقى عكس كل اللي احنا قلناه في العيون المتقاربه. الرموش نفس الكلام. العيون المتباعده دي خلي الرموش تبدا من الاول هنا، وخلي الرموش تبقى بادئه طويله من اول هنا عشان تدي ايحاء ان انا شغلت الجزء ده. على عكس العيون المتقاربه، رحلي الرمش، ابدأيه من بعيد شويه ويبقى قصير من قدام كده. احنا خلصنا درس النهارده، فاضل بس اختبار سريع في الاخر عباره عن سؤالين. بعد ما حضرنا بقى كل اللي فات ده وشفنا السبع اشكال بتوع العيون والاربع صفات، عايزاكي اول سؤال، انا بقى عيني اديني بص ستريت اهو في الكاميرا، عايزاكي تكتبي لي انا عيني شكلها ايه والصفات اللي فيها ايه. يعني عيني عباره عن بتجمع ما بين ايه وايه وايه. وانت كمان جري على المرايه، ده تاني سؤال، شوفي نفسك بعد ما فهمتي الشرح بتاع النهارده وكل الحاجات اللي قلناها، عينك شكلها ايه وايه الصفات اللي فيها. اتمنى من ربنا ما يكونش درس النهارده والفيديو ده ممل وتقيل على قلبكم، خصوصا ان هي كانت حاجات نظري، فالحاجات دي بنسرح في النص ومفيش حاجه شداكي وبتاع. بس صدقوني الحاجات دي تمهيد مهم قوي اللي هناخده فيما بعد. طبعا الفيكسنج سبراي والسيتنج سبراي دي اساسيات لازم تبقي عارفاها، وهنشوفها برضو لما نيجي نحط ميك اب كامل من الاول للاخر، هنستخدمهم ونوظفهم امتى بالظبط وازاي. اما بقى العيون هنيجي نعمل بقى لوكات، انت هتبقي فاهمه لو قلت المصطلح الفلاني عارفه معناه ايه، ليه استخدمت هنا كذا ما استخدمتش كذا. هتشوفي العميله هتعرفي تصنفيها، تستبعدي ايه، تستخدمي ايه، الالوان، الرموش، كل الحاجات دي لازم الاول كنا نعملها عشان تسهل عليكي بعد كده الفهم واستيعاب وتطبيق لوكات الميك اب. بحبكم قد الدنيا. باي باي.